الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي إلى صراط مستقيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أيها المؤمنون والمؤمنات، إننا في شهر مبارك عظيم، إننا في أيام تعد من أفضل الأيام، ألا وهو هذا الشهر المبارك الكريم. إننا في أيام تمر فيه الأيام بسرعة، إننا في أيام تتسارع أيامه، وذلك لما فيه من الفضل والخير، وذلك لما فيه من التوفيق لاغتنام هذه الأيام المباركة. وفي هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاصد عظمى وحكم كبرى من خلال هذا الصيام. من خلال هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد العظمى للصيام، ألا وهو تحقيق التقوى. كما يبين في هذا الحديث الشريف التحذير من قول الزور ومن جميع ما يفسد الصيام، كذلك يحذر من المنكرات. وفي هذا الحديث الشريف أيضا فيا عباد الله، في هذا الحديث الشريف له فوائد كثيرة، منها أن هذا الحديث الشريف هو أصل عظيم في بيان الحكمة من مشروعية الصيام. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع لحكم. جميع ما شرع الله سبحانه وتعالى من الفرائض ومن الشرائع ومن الأقوال والأفعال لا تخلو من حكم، يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها. لهذه الحكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف، فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتحقيقا لهذا المعنى جاء قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كأن الغرض من هذا الصيام هو تحقيق التقوى، هو تحقيق هذا المعنى السامي، ألا وهو تحقيق التقوى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين سبحانه صلى الله عليه وسلم لهذه الشرائع. ولهذا نقول: لعلكم تتقون، لعلكم تحققون معنى التقوى، معنى هذه المعاني النبيلة فيكم أيها الإنسان. ما الغرض من الصوم إذا كان الإنسان يصوم بالامتناع عن الأكل والشرب ويؤذي جيرانه؟ ما الفائدة من الصوم إذا كان الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب ويؤذي الناس بلسانه ويغش الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس ويأكل أموال الناس؟ أين تحقيق، أين تجسيد معنى التقوى؟ فلتجسيد التقوى جاء الصيام ليجسد هذه المعاني.
ومن الفوائد أيضا أن هذا الصيام هو مدرسة تربوية نبوية شريفة ربانية يتعلم فيها الإنسان أموره. فحينما الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب وجميع ما حرم الله سبحانه وتعالى من شهوة الفرج والبطن إلى غير ذلك، وربما يكون الإنسان في بيته وحده لا يراه أحد، ليس معه أحد، من يمنعه من الأكل والشرب؟ من يمنعه من ارتكاب هذه الأمور؟ يمنعه خوفه من الله سبحانه وتعالى، ويمنعه مبدأه السامي الإسلامي، تمنعه هذه المبادئ وهذه الأخلاق النبوية. فأنت حينما تسمع آذان أو قبيل آذان الفجر بقليل تقطع كل شيء، وفي نهار رمضان تظل تقطع كل شيء. ألم يربي فينا رمضان هذه العزيمة وهذه القوة؟ ولهذا يتربى الإنسان في هذه المدرسة الرمضانية بأخلاق الإسلام، ويتميز فيها بتقوى الله سبحانه وتعالى، فيترك ما اعتاده من التقصير ويترك ما اعتاده من المنكرات. ولهذا فرمضان يقول العلماء رمضان ينبغي أن يأخذ طابعا آخر. قد يكون الإنسان لا يحافظ على الصلاة في الأيام الأخرى، قد يكون الإنسان يتصف ببعض الأوصاف، لا نقول التي تخرج الإنسان عن الدين وكذا، لكن في رمضان ينبغي أن يجتهد الإنسان أكثر. قد تكون لا تحافظ على الصلاة في وقتها وفي مكانها، مع العلم أن هذا لا بد أنه يكون، لكن في رمضان ينبغي أن يزداد همة المسلم، أن تزداد الهمة، أن يزداد وتزداد همة المسلم في الإقبال على الطاعة، في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. كذلك في رمضان ينبغي أن تتجسد فينا المعاني الإسلامية، أن نتصف بالأخلاق، أن نتصف بالتسامح، أن نرحم ضعيفنا، أن نوقر كبيرنا، أن نرحم صغيرنا، أن نكون سمحا في بيعنا وشرائنا، أن نكون رحماء فيما بيننا. هذا هو معنى تجسيد التقوى في القرآن الكريم ومن خلال مدرسة رمضان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور هو الكذب، هو الباطل، هو أي كلام فاحش، قول الزور والعمل به أو الجهل وسوء الأخلاق. رمضان ينبغي أن ينزع من صدورنا هذه الأنانية، أن ينزع منا هذه الأخلاق السيئة، أن ينزع منا هذا الكبر، أن ينزع منا الغش، أن نتعلم من خلال رمضان ألا نجهل. ولهذا جاء في الحديث بهذه العبارة الصريحة والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، في رواية والجهل فليس لله حاجة. والجهل هو السفه، هو كل كلام سافه. قال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك وفطرك ويوم فطرك سواء. انظروا إلى هذه الوصية الغالية، انظروا إلى هذه الوصية من هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين تعلموا هذه الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ثم يقول ودع أذى الجار، ثم يقول عبارة أخرى دقيقة جدا ومهمة، قال وليكن عليك يوم صومك وقار والسكينة. عندما تكون صائما
يعني يظهر عليك أثر هذا الصيام، يظهر عليك أثر الصيام في أخلاقك، في معاملاتك، في تصرفاتك، حتى في مشيتك، وحتى في آدابك. ولهذا يقول والسكين يوم صوم، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. حد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نسأل الله السلامة والعافية. رب صائم حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. ما كيكونش صافي ما وراء في المعنى ديال المعنى الحقيقي الإسلامي هو فضل، ولهذا ما كيعنيش أن الإنسان يفطر أبدا. الصيام يعني الإمساك عن شهوة الفرج والبطن، هذا فرض واجب، لكن هذه معاني ينبغي أن نتعلم منها. وربما قائم ليس حظه من قيامه إلا السهر، هذا سهر وصفر. أما الأجر والثواب ديال الصيام والثواب ديال القيام ليس له منه حظ. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبالحديث الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فيا عباد الله، ولتحقيق هذه المعاني ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، ذكر 3 درجات للصيام أو للصائمين، 3 درجات للصائمين، كأنه صنف الصائمين إلى 3 درجات. قال هناك صوم العموم، وصوم الخاصة، وصوم خاصة الخاصة. قال هناك 3 مستويات للصائمين. صوم العموم، صوم العموم هو عامة الناس، يصوم الإنسان عن الأكل والشرب، يمتنع عن شهوة الفرج والبطن فقط. أما الكذب والغش والنفاق والخداع وهلم جرا هذا ليس، هذا شرب وفقط، ما كيخرج ما كيخرج. أما المعاملة السيئة كيديرها عادي بحال الأيام العادية بحال رمضان، هذا صوم العموم. قال صوم الخاصة، صوم الخاصة قال هم الذين يصومون زيادة عن شهوة الفرج والبطن، يصومون بأبصارهم لا ينظرون إلى ما حرم الله، يصومون بإسماعهم لا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل، يصومون بقلوبهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، يمتنعون عن المحرمات. قال وهناك صوم خاصة الخاصة، وهذه مرتبة كبرى ومرتبة عالية، وهي مقام الإحسان، وهو الدرجة العالية، وهو أن زيادة عن هذه الأمور التي ذكرناها من الصيام الفرج امتناعا مع الصوم العامة والصوم الخصوصي. صوم خاصة هو أن يعني ينشغل قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأن لا تتعلق بهذه الدنيا أبدا. جميع ما في هذه الدنيا لا يساوي عندك شيئا، وإنما ما يهمك من صيامك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، هو أن يقبل منك الله سبحانه وتعالى هذا الصيام، هو أن تصوم بجوارحك وبقلبك وتترجى الله عز وجل يتقبل منك، وأن تكون بين الخوف والرجاء. عند الإفطار عندما تفطر يرتعد قلبك وتقول واش أنا من الذي يقبل الله عز وجل الصيام ولا ماشي يقبل الله عز وجل الصيام؟ هل أنا من الذين قبل الله صيامهم أم أنا من الذين لم يقبل الله صيامهم؟ ماذا فعلت؟ بمعنى أن تصل إلى درجة هذه الأمور ديال الدنيا بجميع ما فيها لا تساوي عندك شيء،
وإنما يهمك إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منك وأن يكون عملك خالصا لوجه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتجسيد هذه المعاني الإسلامية في حياتنا اليومية. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الأخلاق النبيلة. هذا وصلوا على نبينا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابته الأبرار خصوصا المهاجر والأنصار، وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلبته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالة سلطانك جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره بنصرك المبين يا قوي يا معين، وحقق آماله فيما يرضيك يا رب العالمين، وبارك له في ولعاته الحسن، وشد أزرق شكر رشيد، وباقي الأسرة الشريفة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين اعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا لصيامه ووفقنا لقيامه، وتقبل منا هذه الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله.